حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة آية هاني ناس حسين عمارة بالإعدام حقا عما نسب إليها وألزمتها المصاريف الجنائية. أحداث هذه القضية ستجعلك مندهشا من بشاعتها. ليس هذا فقط، بل ستندهش أكثر حينما ترى قاتلا بعد الحكم بإعدامه يبتسم ولسبب غامض، وستسأل نفسك لماذا ابتسم وهو يعلم أنه حتما سيموت؟ قضية من القضايا التي هزت المجتمع المصري عن بكرة أبيه. بعدما تسمع أحداثها ستعلم أن أقرب الناس إليك قد يكون سببا في تدميرك وإنهاء حياتك. قصة جريمة حقيقية حدثت في مدينة طنطا بجمهورية مصر العربية. بدأت أحداثها في أواخر شهر يوليو من عام 2023. فرح محمد فتاة عمرها 16 عاما في الصف الثاني الثانوي، تسكن في شارع الجلاء بمدينة طنطا بجمهورية مصر العربية، وحيدة أبيها وأمها، فقد طلق أبوها أمها منذ صغرها، وأمها هي من كافحت وربتها. ولكن للأسف وبسبب كثرة الديون والمصاريف كانت توقع على شيكات ولم تستطع سداد تلك المبالغ، فقام أصحاب الشيكات برفع قضايا عليها في النيابة، وصدر حكم عليها بالسجن، ودخلت السجن فعلا منذ نحو 4 سنين ونصف. في ذلك الوقت ذهبت فرح لتعيش مع جدها من ناحية الأب، وهي طبعا لم تكن تعرف شكل والدها ولا من هو ولا حتى مكانه. في ذات الوقت تعرفت فرح على جارة لها تدعى آية من شارع الجلاء في مدينة طنطا، وكانت تقريبا في ظروف مماثلة، لكنها كانت تعيش مع جدتها على الرغم من أن عمرها كان 23 عاما، أي أكبر من فرح ب7 سنوات، إلا أنهما أصبحتا صديقتين جدا، وبسبب تشابه ظروفهما كانتا لا تفترقان ويقضيان الوقت سويا، يأكلان ويشربان معا. كانت فرح تحب آية جدا لدرجة أنها عندما كانت تعرفها على صديقاتها كانت تقول عنها هذه أختي، فكان صديقات فرح يسألنها كيف تكون أختك وأنت وحيدة ولا أخوات لك؟ فتجيبهم إنها ابنة خالتي وهي أكثر من أخت لي. في ذلك الوقت كانت فرح تعيش أحيانا عند جدها من ناحية الأب، وأحيانا عند خالها، ومرات عند خالتها، ولم تكن مستقرة في بيت، وذلك طبعا لأن والدها مختف، لا تعلم إن كان حيا أم ميتا، وأيضا أمها محبوسة، حتى قررت آية صديقتها أن تستأجر شقة لتعيش فيها وحدها في منطقة شوبر، وعرضت على فرح أن تأتي للإقامة معها بضعة أيام ما دامت صديقتها المقربة ويتسليان معا. كانت فرح تستأذن أحيانا من جدها أو خالها أو خالتها قبل أن تذهب لتقيم عند صديقتها آية لبضعة أيام، ولأنهم كانوا يعرفون آية فكانوا يثقون فيها، خصوصا أن صداقتهما تستمر منذ أكثر من 5 سنوات، واستمرت الأمور على هذا الحال لمدة 2 سنين. كانت فرح تذهب لتقيم أحيانا عند جدها وأحيانا عند خالها، والأيام التي كانت تقيمها عند صديقتها كانت تساهم فيها بمصاريف المنزل، فتشتري طعاما تارة وطلبات تارة أخرى حتى لا تكون عبئا على صديقتها. وعاشتا معا، وكلما اشترت فرح ملابس جديدة أو أي غرض جديد كانت تعطيه لآية لترتديه أولا من شدة محبتها لها، ولأنها لم تكن لها أخت لا بنتا ولا ولدا، فكانت تعتبر آية أكثر من أخت لها، حتى بدأت فرح تشعر أن صديقتها آية أصبحت تغار منها، وأنها كلما جلبت شيئا جديدا تريد أن تأخذه منها. وفي تلك الفترة كانت فرح قد اشترت هاتفا جديدا ب9,000 جنيه. وفي يوم من الأيام كانت كل منهما تلاعب هاتف الأخرى، فسقط هاتف آية من يد فرح وتكسر، فاعتذرت فرح لآية وقالت لها إنها ستصلحه على نفقتها لأنه سقط بطريق الخطأ، لكن آية قالت لها إنها لا تريد تصليحه،
وإنها ستأخذ هاتف فرح الجديد عوضا عنه. فقالت لها فرح: كيف تأخذين هاتفي الجديد وأنا لم أفرح به بعد؟ فقالت آية: أنت كسرت هاتفي، فأنا سأخذ هاتفك، وهذا بديل ذاك، والأمر عادي. فرفضت فرح وقالت إنها تريد هاتفها، وأنها ستصلح الهاتف الذي كسر. وتطور الخلاف بينهما حتى دخلت آية إلى المطبخ وأحضرت أداة حادة وضربت فرح بها، فسقطت فرح على الأرض وتدفق دمها. في تلك اللحظة قررت آية أن تهرب، وفعلا تركت الشقة وهربت. وبقيت جثة فرح في الشقة لمدة 3 أيام. وفي وسط الصيف والحر بدأ الجيران يشمون رائحة كريهة جدا صادرة من الشقة، فاتصلوا بصاحب الشقة وأخبروه بما يحدث. فاتصل صاحب الشقة بآية وقال لها إن الجيران يشتكون من رائحة سيئة، وأنها يجب أن تذهب لترى ما في الشقة. فقالت له: حاضر، سأذهب لتفقدها. وعندما ذهبت آية إلى الشقة في الساعة 5 فجرا وجدت جثة فرح في حالة تعفن، والرائحة كانت بشعة جدا. شعرت وقتها أنها في حالة من اليأس، ولا تعرف كيفية التخلص من الجثة، ولأنها كانت وحيدة تماما فقررت أن تتصل بصاحب الشقة، وكان يدعى بيشوي إبراهيم. بكت له وأوضحت أنها كانت تدافع عن نفسها، وأن صديقتها كانت تريد قتلها، فقرر أن يساعدها ولا يبلغ عنها الشرطة. ولا نعلم حتى الآن هل كانت هناك علاقة غير شرعية بينها وبين صاحب الشقة، أم أنه ساعدها رأفة بها. فنصحها بشوي أن تشتري بنزينا وتقدم على حرق الشقة كاملة مع الجثة والتخلص منها نهائيا وبسرعة. نزلت آية واشترت بنزينا وسكبته على الجثة، وبعد اشتعال النيران ارتعبت آية لأنها كانت داخل الشقة، ولو خرجت من الشقة والنيران مشتعلة فسوف يدخل الجيران لإطفائها، وقد يجدون الجثة بالداخل ويتم إلقاء القبض عليها. لذلك أخمدت آية النار فورا بالماء، وجلست تفكر في طريقة أفضل للتخلص من الجثة، فقررت وضع الجثة في شوال. ولكن عندما حاولت ذلك وجدت أن الجثة كبيرة ولن تتسع لها، فقررت تقطيعها إلى أجزاء صغيرة، فقطعت اليدين والرجلين والرأس ووضعتهم في شوالين لكي تتخلص منهم بسهولة. وبعد أن انتهت آية من كل شيء قررت آية أن تنزل لتوزع تلك الأكياس وتتخلص منها وحدها لكي لا يشك أحد بها. فأخذت الأكياس في وقت الفجر ونزلت وأوقفت توك توك ووضعت الأكياس فيه. فقال لها صاحب التوك توك: إن رائحة هذه الأكياس كريهة جدا. فقال لها صاحب التوك توك: لماذا لا تلقين بها في أي مزبلة؟ فأجابته آية: أخشى أن يأكلها كلب أو قط فيصابون بالتسمم ويموتون، وأتحمل ذنبهم. وبالفعل أخذها إلى ذلك المصرف، وعندما وصل ولأنه رجل شهم قال لها: أيتها الآنسة، سألقيها أنا. وقام برمي الأكياس المغلقة في المصرف، ثم أعادها إلى منطقة قريبة من شقتها. وعادت آية إلى شقتها وقررت التخلص من كل أثر للجريمة، ففتحت النوافذ والبلكونات لتهوية الشقة من الرائحة، وبدأت تنظيف الأدوات الحادة وغسلتها جيدا. ثم اتصلت بصاحب الشقة وأخبرته أن أختها نسيت باب الثلاجة مفتوحا وكان بها لحم وفراخ، ففسدت وهي من تسببت في تلك الرائحة الكريهة، وأنها تخلصت منها. وبعدها بدأت في تنظيف الشقة. في تلك الأثناء، وبعد أن وجد أهالي المنطقة شوال في المصرف، دفعهم الفضول لفتح تلك الأكياس، وما إن فتحوها حتى وجدوا رأسا بشريا، فصدموا وقرروا إبلاغ الشرطة. وفعلا حضرت الشرطة فورا، وقرر رجال الأمن البدء في التحقيق وإجراء التحريات، وظلوا يسألون سكان المنطقة عن آخر شخص رأوه في ذلك المكان أو بالقرب منه. ثم قرروا مراجعة كاميرات المراقبة
حتى ظهر توك توك ينزل منه صاحبه ويرمي الشوال في المصرف. فعرض رجال الأمن صورة صاحب التوك توك على سكان المنطقة حتى تعرف عليه أحدهم وتم استدعاؤه. وعند مواجهته بالأمر اعترف أنه كان معه فتاة شابة أخبرته أن في الشوال لحما ودواج فاسدة، ورماه في المصرف، ثم حكى كل ما حدث مع تلك الفتاة. فقال رجال الأمن له: خذنا إليها. وفعلا ذهب بهم إلى المنزل وكان معه رجال الأمن، ولكن الذي طرق الباب كان صاحب التوك توك، وما إن فتحت آية الباب حتى اندهشت من وصوله لبيتها. وعندما تأكدوا من أن آية عرفته دخلوا عليها مباشرة ووجدوها على السجادة التي جرى عليها التقطيع، وكانت ممتلئة بآثار الدماء. ورأى رجال الأمن المشهد ووجدوا بعض المخلفات وقطعا صغيرة جدا من أشلاء الجثة. وعند مواجهتها قالوا لها: لمن هذه الجثة؟ فقالت: هذه لصديقتي فرح محمد. وقامت بتمثيل الجريمة وقالت إنها قتلتها. وعندما انتشرت الرائحة واشتكى الجيران استعانت بصديقها وشهرته بيشو للتستر على مكان الجريمة. وفي تلك الأثناء كانت جثة فرح في الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، ثم نقلت إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا، وتم استدعاء أهل فرح وهم خالها وخالتها. وعندما وصل الخبر إلى جدها أصيب بانهيار وأدخل إلى المستشفى. وللأسف لم يستطع الخال والخالة التعرف على فرح لأن ملامحها كانت مختفية تماما، وحتى جلدها لم يكن موجودا بسبب التعفن والحريق والتقطيع. وكان المنظر صادما جدا. فقالت خالتها بعد أن أنهت كلامها: للأسف لم أستطع التعرف عليها، وقالوا: لم يتركوا لنا شيئا نتعرف به على ابنة أختنا، فكل شيء مفصص ولا نعلم كيف نقر أنها هي. وفي المشرحة تفاجؤوا بجثة ممزقة وقد وضعت رجلاها على صدرها، ولم يتمكنوا من معرفتها، فقرروا إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للتأكد من هويتها وأنها فعلا فرح محمد. وبالفعل بعد مطابقة الحمض النووي وجدوا أن الجثة تعود لفرح محمد. وعلى إثرها تم إلقاء القبض على صديقتها آية التي اعترفت اعترافا كاملا بجريمتها. وقرر المستشار أحمد التهامي محامي عام أول غرب طنطا الكلية في محافظة الغربية إحالة كل من المتهمة آية هاني ماهر حسين عمارة وعمرها 20 عاما، والمتهم بيشوي نبيل عبد السيد إبراهيم وعمره 25 عاما، تاجر ملابس، إلى محكمة الجنايات بطنطا في واقعة مقتل فرح محمد. وتم تقديم آية للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقد صدر الحكم عليها بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقتها فرح محمد. وتم الحكم على صاحب الشقة الذي ساعدها في جريمتها وتستر عليها بالسجن لمدة 2 عام. وبعد الحكم بإعدامها كان من المفترض أن يحدث لها كما يحدث لأي قاتل يحكم عليه بالموت، أن يحزن ويبكي ويندم على جريمته، إلا أنها ولسبب غامض قد التفتت ونظرت إلى القاضي أو نظرت إلى شخص مجهول، وقد رسم على وجهها ابتسامة وليست كأي ابتسامة، إنها ابتسامة وكأنها من الشيطان نفسه. هذه الجريمة تعلمنا أنه في هذا الزمان يجب علينا أن نحذر من أقرب الناس إلينا، وألا نأمن على أنفسنا من الغرباء وبعض الأصدقاء، فبعض الأصدقاء يتمنى موتك وزوال النعمة من يديك دون أن تدري بذلك. وتعلمنا هذه القضية أن التفكك الأسري قد يكون سببا في تدمير حياة أسرة بأكملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.